صباح العربية اف ام. ثلاث وعشرون دقيقة بعد 6 صباحا بتوقيت السعودية. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ما زلنا معكم في متابعة لحلقة بداية الأسبوع من صباح العربية اف ام، وهذا اليوم الأحد الأول من أبريل من عام 2018 للميلاد. الآن إلى طائفة من الأخبار المنوعة مستمعينا الكرام، حيث كشف التقرير الشهري لوزارة العدل في السعودية عن تسجيل 5158 حالة طلاق بمختلف مناطق المملكة، مقابل 10490 حالة زواج جرى تسجيلها في نفس الشهر الماضي. بين التقرير الشهري أن مكة المكرمة تصدرت قائمة أكثر المناطق الموثق بها عقود الطلاق بعدد 1554، تليها منطقة الرياض ب 1055، فيما تديلت القائمة منطقة الحدود الشمالية ب 68 سكن. أوضح التقرير أيضا أن نصف حالات الطلاق كانت في منطقتي مكة المكرمة والرياض. وبشكل عام فالمعدل اليومي لحالات الطلاق الموثقة في جميع مناطق المملكة تتراوح بين 260 و 317. كما أوضح التقرير أن عقود الزواج المسجلة خلال الشهر الماضي نفسه انخفضت ب7% عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن العقود التي كان طرفها سعوديان بلغت 87% من النسبة الكلية، كما أن 44% من إجمالي العقود كان في منطقتي مكة المكرمة والرياض. أيضا من أخبارنا المنوعة مستمعين الكرام، أعلن ستيف لوف المهرج السابق في سيرك بارنوم والأخوة رينغلينج عن نيته الترشح لعضوية مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي عن ولاية كارولاينا الجنوبية. وقال ستيف لوف عبر موقعه الشخصي على شبكة الإنترنت إنه كان خلال 3 سنوات يمتع الجمهور الياباني بالعروض التي قدمها، وخلال السنوات العشر الأخيرة أمتع بعروضه جمهور ولايته كارولاينا الجنوبية، وكانت جميعها مكرسة لمكافحة التنمر في المدارس. ويدعو لوف إلى تشديد الرقابة على تداول الأسلحة النارية في الولايات المتحدة وإلى نظام رعاية صحية شامل، ويضيف قائلا: الناس يمرحون ويقولون إن رئيسنا والكونغرس مهرجون، ومن وجهة نظري كما قال لا يمكن تخيل مهرج أسوأ منهم. ومن المقرر أن يترشح ستيف لوف عن الحزب الديمقراطي الذي سبق وأن تطوع لمساعدة مرشحيه باراك أوباما وبيرني ساندرز. يذكر أنه في شهر نوفمبر المقبل مستمعين الكرام من هذه السنة ستجري انتخابات لاختيار 34 عضوا في مجلس الشيوخ و435 عضوا في مجلس النواب، إضافة إلى 39 حاكما للولايات. إلى خبر آخر مستمعين الكرام، وفي كأس دبي العالمي للخيول الذي جرى يوم أمس السبت 31 من مارس، طبعا فاز الجواد ثندر سنو من فريق جودلفن بالكأس. وبعد الفوز عبر الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي عن فرحته الكبرى بفوز الإمارات بكأس دبي العالمي للخيول وسط عدد كبير من الحاضرين على طريقته الخاصة. هذا طبعا كما ذكرنا بعد أن فاز الجواد ثندر سنو من فريق جودولفن بلقب كأس دبي العالمي للخيول بعد منافسة مثيرة بينه وبين باقي الجياد، ووسط تشجيع كبير من الجماهير التي ملأت ميدان السباق وفق ما ظهر في مقطع فيديو.
وتلقى الشيخ محمد بن راشد المكتوم التهاني بهذا الفوز العالمي الكبير لخيول الإمارات من الشيوخ والضيوف الذين شهدوا مهرجان الكأس الذي حضره أكثر من 60,000 متفرج. في الخبر الأخير في هذه الجولة على الأخبار المنوعة مستمعين الكرام، شاركت حشود كبيرة يوم أمس السبت في تشييع عالم الفيزياء الفلكية البريطاني ستيفن هوكينج أحد عمالقة العلوم في العقود الماضية في مدينة كامبريدج، حيث كان يقيم ويدرس أو يدرس لأكثر من نصف قرن. احتشد حوالي 500 ضيف مدعو لحضور الجنازة الخاصة بالعالم البريطاني الشهير. وتوفي هوكينج المعروف بأعماله حول أسرار الكون في منزله في كامبريدج في 14 من آذار مارس الماضي عن 76 عاما. دقيقة ونيف مستمعين الكرام تفصلنا عن متابعة عناوين الأخبار. حتى ذلك الحين مستمعينا سنتوقف مع هذا الفاصل القصير، ثم نكون من بعده مع عناوين الأخبار. صباح العربية. صباح العربية FM. العربية FM. العربية FM تضعك في قلب الحدث. موجز لأهم الأنباء من العربية FM يقدمه لكم بطرس موسى. يقدمه حسن قوليد. الأنباء تقدمه مين مهندس. وعلاء سرحان. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء يقدمه أحمد حسني. صباح العربية FM مع حسن قوليد. صباح العربية. صباح العربية FM. عناوين الأخبار من العربية FM. 6:30 صباحا بتوقيت السعودية. وفي عناوين الأخبار: التوصل إلى اتفاق بين جيش الإسلام وروسيا لخروج الجرحى من دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى الشمال السوري. النظام السوري يعلن خروج الدفعة الأخيرة من المقاتلين والمدنيين من بلدات جوبر وزملكة وعين ترمى في الغوطة الشرقية إلى إدلب. تركيا تحذر من اجتياح فرنسي لشمال سوريا بعدما قال ممثلون أكراد إن فرنسا ستعزز انتشارها العسكري في المنطقة. رابطة أمهات المختطفين تدين استمرار محاكمة 36 مختطفا في سجون ميليشيات الحوثي في صنعاء. الجيش الوطني اليمني يفتح جبهة جديدة بمحافظة صعدة ويحرر عددا من المواقع جنوب غرب المحافظة. المبعوث الأممي إلى اليمن يقول أنه متفائل بحل يجلب السلام إلى اليمن. الإضراب الشامل يعم كل المدن الفلسطينية بعد إعلان حال الحداد العام على الضحايا الذين سقطوا يوم الجمعة. الحكومة التونسية تقرر رفع أسعار البنزين والوقود للمرة الثانية خلال 3 أشهر بنسبة 3%. إذن كانت هذه مستمعين الكرام عناوين الأخبار قدمناها لكم في منتصف الساعة الأولى من صباح العربية FM. نتوقف الآن مع فاصل قصير نواصل من بعده باقي فقراتنا، فتفضلوا بالبقاء معنا. عناوين الأخبار من العربية FM. صباح العربية FM. العربية FM الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة في قلب الحدث أينما تكونون. العربية FM معك في كل مكان. ما أجمل أن تبدأ صباحك بمعلومة جديدة. أول شيء الكاميرا وين عشان لا نطالعكم؟ لا طالعنا. هذا البرنامج أنا برأيي أحسن برنامج على كل التلفزيونات العربية. أي شخص بده يتجه لتناول الأعشاب لازم يستشير الأخصائيين في هذا الموضوع. فقرات وأخبار متنوعة. نمو ب5% مقارنة بنفس الفترة. الخارجية السعودية على موقفها الثابت من سياسية واقتصادية صحية فنية وثقافية. أكثرية أطفالنا ما بياكلوا الكمية الكافية من الخضار أبدا. فكرة قائمة على حالة من التفاعلية بين الممثلين على خشبة المسرح والجمهور. على العموم تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق.
وكل ما يدفع يومك إلى الأفضل. سفرة مليئة بخيرات الأرض، يعني كلمنا عن المقبلات، نبدأ معها قبل ما ندخل. ابدأ يومك مع صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. الأناقة والملابس الرسمية وحدها لا تكفي، فالوقوف على أرض صلبة يحتاج لقوة وثقة بالنفس، وتحديد الأهداف بدقة يحتاج إلى نظرة ثاقبة وتركيز كبير. أما الصبر والتروي فيقلل من الأضرار والخسائر والأزمات. في يومنا هذا لابد من قراءة المستقبل واستشعار الأحداث، ثم القيام بالتخطيط الذي سيؤدي إلى النجاح. في يومنا هذا أنت بحاجة إلى مصدر موثوق للمعلومات. الأسواق العربية. بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/. مستطيل أخضر وكرة و22 لاعبا، وخلف تلك البساطة ثمة تعقيدات تراها في الملعب، في النتائج وأصوات الجماهير. لتعرف ما يدور في المباريات عليك أن تعرف ما يجري في كواليسها. في المرمى مع بتال الجوس منتصف الليل على شاشة العربية. لكل صوت أو صورة تأثير، وفي كل مكان وزمان شيء يجري الآن، سياسي، اقتصادي أم رياضي، لأن الأخبار دليلنا في كل حركة أو سكون، وطريقنا إلى المعرفة بكل أشكالها. مصدر واحد لكل أخبارك، العربية. صباح العربية FM مع حسن قولي. صباح العربية. صباح العربية FM. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ما زلنا في متابعة حلقة بداية الأسبوع من صباح العربية FM. نوجه تحيات لمن كان معنا في الاستماع منذ بداية هذه الحلقة وحتى الآن، وأيضا نوجه التحية لمن انضم إلينا في هذه اللحظات. نذكر مستمعين الكرام بأنه بالإمكان الاستماع إلينا عبر تطبيقي قناة العربية أو تيون إن على الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية، أيضا عبر موقع العربية.net، أو في أي مكان يصل إليه بث قناة العربية عبر أجهزة التقاط القنوات الفضائية الرسيفر. هذا عن الاستماع إلينا. أما عن من يفضل أن يشاهدنا ويسمعنا أيضا، فبإمكانه زيارة صفحة العربية FM على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أيضا على صفحتنا على موقع يوتيوب. بإمكانكم أن تشاهدونا وتستمعوا إلينا في آن واحد. مستمعينا، ذكرنا في الموجز وأيضا في عناوين الأخبار قبل قليل بأن المبعوث الأممي إلى اليمن تحدث عن تفاؤله بحل يجلب السلام إلى اليمن. وقال المبعوث الأممي الجديد مارتن جريفيث إن ما سمعه في صنعاء وفي الرياض يعطي الكثير من الأمل. وسيقوم المبعوث الأممي بزيارة الأسبوع المقبل إلى كل من عدن والمكلا. من هو المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث؟ زميلنا علاء سرحان سيعرفنا على سيرة حياة هذا المبعوث الأممي الجديد، سيرة حياته الشخصية والسياسية، في فقرة أسماء في الأنباء. بعدها سنكون مع قصة نجاح جديدة مستمعين الكرام لأحد أصحاب الأعمال الصغيرة أو المتوسطة، واليوم سنتعرف على قصة نجاح صالح العلياني الذي افتتح ورشة صغيرة لتصليح السيارات. لكن أولا نبقى مع علاء سرحان وفقرة أسماء في الأنباء. كما ذكرنا سنتعرف فيها على سيرة حياة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن. صباح العربية. صباح العربية FM.